ظهور ورم في الثدي بيلزم مني إجراءات معينة. رقم 1 توجه لطبيب مختص بالثدي. رقم 2 إجراء الأشعات والفحوصات المطلوبة. أول حاجة بنطلب منها هي أشعة على الثدي سواء السونار أو أشعة الماموجرام. تاني حاجة أخذ عينة من الورم اللي موجود علشان أشوفه هو ورم حميد ولا غير حميد، والغير حميد ده بيتعمل عليه شوية أبحاث وتحاليل بتقول لي الورم ده هيحتاج جراحة ولا هيحتاج علاج ما قبل الجراحة. بقى في تقدم في الحلول لعلاج وجراحات أورام الثدي، سواء في الجراحات بدأنا بدل ما كنا بنعمل الاستئصال الجذري للثدي كله، دلوقتي بقينا بنعمل الاستئصال التحفظي اللي هو استئصال الورم بس والتشريح الغدد الليمفاوية. وفي بعض الأحيان بنلجأ إن احنا كمان ما نشيلش الغدد الليمفاوية تحت الإبط عشان المشاكل بتاعتها ونعمل الغدة الحارسة. بقى في كمان حلول جراحات الثدي التجميلية والتكميلية اللي هو نقدر نخلي السيدة تحافظ على الثدي بتاعها رغم وجود الأورام دي. في نفس الوقت بدأ يبقى في تقدم في مجال العلاجات، وبقت العلاجات أقل مضاعفات على المريضة. يعني ما عادش في العلاجات الصعبة اللي ممكن تأذي المريضة نفسيا وجسديا بصورة صعبة زي زمان. وأكدنا إن التشخيص المبكر ولجوءك للطبيب في مرحلة بدري هو كمان اللي بيساعد في إن خطة العلاج دي تمشي بالصورة الأبسط والأسهل لك. يبقى زي ما اتفقنا، أي عرض غريب على جسمي وخصوصا في الثدي لازم أتوجه مباشرة للفحص واطمن على نفسي.